عليكم، ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ بص يا فندم، انا هحكي لك انا عملت ايه لاصحابي. كان في ناس صحابي من القاهره، من مصر. انا كنت عايش في كوريا وعاوزهم يجوا يدرسوا في الجامعه هناك. حضرتك هتخشي على النت، مش محتاجه حد معاكي يساعدك. هتدخلي على النت، تمام، وتجيبي اسماء الجامعات. هقول لك على اسم جامعه اختاريها، التقديم لها سهل جدا، وناس كتير جدا من اسيا بتسافر ليها. وقبل كده انا مساعد 2 مصريين في كوريا الجنوبيه جم هناك دراسه. جامعة يونين، جامعة يونين في مقاطعة صوان. يونين، يونين يونيفرسيتي. ادخل على صفحة الجامعة ديت، اسمها جامعة يونين يونيفرسيتي. تمام، هتلاقي رقم الجامعة. تمام، تواصلي معاهم من خلال الواتساب بقى، من خلال الكاكاو توك. شوفي لهم ايه، هم لهم كان لهم واتساب في الوقت اللي انا كنت بقدم فيه لاصحابي. وتقول لهم والله بنتي معاها شهادة كذا وعاوزة تجي لكم كوريا الجنوبية تكمل دراستها هناك. هيقولوا لك الابلكيشن مثلا ب 50 دولار، هتبعت لهم ال 50 دولار، يبعتوا لك ابلكيشن تمليه. بعد كده يقولوا لك المصروفات كذا والسكن الجامعي كذا. ما تخافيش، ما بنصبوش والله. هتدفع لهم الفلوس عادي جدا، والناس امان، دي جامعات كوريه ما بنصبوش، كوريا ما فيهاش نصب. اوعي تبعتي الاشخاص، ابعتي للجامعه نفسها، هيبعتوا لك الرقم بتاع البنك بتاع الجامعه. تمام، تتاكد ان ده رقم البنك بتاع الجامعه. هتاخدي الرقم بتاع البنك بتاع الجامعه وتبعتوا لهم الحساب اللي هم قالوا لك عليه 2000 دولار 3000 دولار. تمام، وهتاخدي وصل انك دفعت الفلوس دي. الجامعه هتقوم جايه موافقه لك ان بنتك جايه تدرس لغه الاول، لازم في كوريا الجنوبيه تدرسي لغه الاول. هتقوم جايه مدياكي موافقه ان انت جايه تدرسي في كوريا الجنوبيه. هتاخدي الورقه ديت، تمام، مع كشف الحساب البنكي بقى. هتروح السفاره، ما اعرفش حضرتك من انهي دوله، سواء في فرنسا، في مصر، في المغرب، في تونس، في اي دوله. هتاخدي كشف الحساب البنكي ان بنتك او انت عندك كشف حساب بنكي، عندك فلوس في البنك تصرفها على بنتك لما تسافر. وهتاخدي الباسبور بتاع بنتك، وهتاخدي الورق بتاع موافقة الجامعة، وتروحي مع السفارة الكورية في الدولة اللي انت عايشة فيها، وتقول لهم والله بنتي خدت موافقة من الجامعة. السفارة اديتك التأشيرة، هتسافري على طول للجامعة. السفارة رفضت التأشيرة، بتاخدي جواب الرفض وتبعتي للجامعة تقول لهم والله السفارة رفضت الطلب. لو رفضت الطلب، نفس الحوار، هتلاقي الجامعة بعتت لك فلوسك تاني. انا كنت مقدم لاخويا ودافع كل الفلوس، وبعتوا لي الفلوس تاني. اخويا اترفض، بعتوا لي الفلوس. اصحابي الاتنين اتقبلوا، ما بعتوا لهمش فلوس. فلو عندك سبب للرفض من السفارة بس، يعني انت لو قدمت في السفارة والسفارة وافقت وحضرتك ما سافرتيش، فلوسك بتروح عليكي، مالهمش هم دعوة. انما لو اترفضتي، لو السفارة رفضتك، فالجامعة بتقول لك احنا وافقنا عليكي، ازاي عاوزة الفلوس؟ هتقولي لهم دي جواب الرفض بتاع السفارة. هم بيتواصلوا مع السفارة، يقول لهم فعلا انتوا رفضتوا الطالبة اللي اسمها كذا كذا؟ هيقولوا لها ايوه. هيقوم جاي باعتلك فلوسك تاني، بس هيخصموا منها رسوم الابليكيشن اللي هو 50 دولار 60 دولار، مع مصاريف التحويل 50 60 دولار بس يعني. يعني كل اللي هتخسريه في الحوار ده كله 100 200 250 دولار، كله بالتحويلات بالدنيا دي كلها. ولا بتحتاج حد يساعدك، ولا تحتاج حد ينصب عليكي، ولا تحتاج حد يستغلك. والحكايه دي انا عملتها سنه 2017. دلوقتي نفس الوضع، انا متاكد، لان الجامعات في العالم كله اغلبها بنفس الوضع. بتتصل بالجامعه، الجامعه بتديك الابليكيشن بتملاه، بتدوم الشهادات بتاعتك، بيقول لك موافقين مش موافقين، الجامعه دي تناسبك ما تناسبكش. ليه بقول لك جامعه يونين بقى؟ لان جامعه يونين بتوافق بالاجانب، وجامعه يونين مصاريفها قليله، وجامعه يونين جامعه محترمه جدا في مقاطعه كويسه جدا. انا دخلت الجامعه دي هناك، ودفعت فلوس لنفسي للدراسه هناك، وتوافق عليا هناك في الجامعه ديت. لكن الحمد لله على كل حال، دلوقتي بقيت موجود معاكم في فرنسا. فدي المعلومات اللي عندي. وبرضه اتأكدي من أي حد عايش هناك، بكلمك على معلومات من 2017، معلومات من 2017. بس خليكي فاكرة الكلمتين دول. فما تخليش حد ينصب عليك. أي حد عاوز يدرس في كوريا الجنوبية تواصل مع الجامعة مباشرة. شوف الجامعة اللي أنت عاوز تدرس فيها، تواصل معاهم، هيطلبوا منك أوراق تبعت لهم على السايت بتاعتهم. وما تخافوش، مفيش جامعات هناك بتنصب، لأن لو اترفضت هتاخد فلوسك. اتقبلت وما رحتش، الله يعوض عليك في فلوسك. يلا، سلام عليكم.